هذه قصة شخص وصلتني، أحب له بنت من حراز العاصمة صنعاء، وأراد في ذلك الحلال، ولكن يعني البنت تركته وراحت لغيره، وهذه تحصل يعني طبعا. ولكن هو يبغى يعاتب، يبغى يخرج ما في صدره، ولكن كلمني أنا أعكس شعوره واكتب على لسانه، وأنا مجرد كاتب فقط. ويقول طبعا القصيدة على لسانه: كتبت أبيات شعري فوق لوحاتي وأنا مكسور أدون قصتي واكتب مزايا أحزن أحلامي، لو أن الحب له قاضي وله حكمة وله دستور فلا كان رضي ظلمي ولا بالفعل لجرامي. أنا التايه على درب الجفا والبعد يا مسرور العايش على طاقة سراب الكذب وأوهامي، أنا من همت في حبه وحبه كان بي ماثور، ولكن للأسف صدق المحبة سبب آلامي، كأن عيونه الآمر لها الطاعة وأنا مأمور، وكان أجمل مواوي للقصائد وأجمل أحلامي. ولكن للأسف أصبح من أرباب الوفاء مقصور، لبسته بالخيانة وابتسم من جرحي الدامي، ولا كنت أعرف أنه كل ساعة بايغير دور ويذرف دمعة الحية على خديه الزامي، رحل برضاه وأعذاره بفرقة عاشقه مجبور، وهو من كان له بقص الحنايا موقع سامي. خلاص أصبحت في لحد الخيانة للأبد مغبور، أنا بنساك لا يمكن تعكر صفوة أيامي، جعل عينك بفرقة من يحبك ما تشوف النور، خلاص رحلنا ما عاد شوفك شيء قدامي، عزيز النفس دون العز ما يرضى بشيء مذكور، ولا يشرب سوى من ماء صافي لو قضي ضامي، ولو يأكل ترك وسط الأنا من ما بغي ميسور، من بعده ذا نهج العزيز الفارس الرامي. تحياتي.